نحيد الصفة الإجرامية على العلاقات الرضائية. المغاربة كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائية. العلاقات الرضائية هي العلاقات الجنسية بين رجل وامرأة بدون عقد شرعي. هادو بغاو الفساد يصيب يعني الفلوكة كاملة وتغرق لا قدر الله. هادو بغاو هاد الشيء بدا يوقع بالعلالي بنتك أو لا ولدك كيمارس الفساد. ما تقدر انت لا تهضر لا تتكلم، الا هضرتي ولا تكلمتي تقدر تمشي للحبس. ملي تشوف وزير العدل ديالنا تيجي اش تيقول للمغاربه، اش تيقول لهم؟ تيقول لهم انا غادي نحيد الصفه الاجراميه على العلاقات الرضائيه. المغاربه كيفهموا شنو هي العلاقات الرضائيه. العلاقات الرضائيه هي ما يعرفه المغاربه بالفساد. واخا يكون الانسان كيمارس داك الشيء كيعرفوا باللي فساد. العلاقات الرضائيه هي العلاقات الجنسيه بين رجل وامراه بدون عقد شرعي وبدون زواج. هذا المغاربه اش كيسميوه؟ اش كيسميوه لكم؟ لا اش كتسميوه نتوما اللي باقيين هنايا؟ الفساد. الله تعالى كيقول ولا تبغي الفساد في الارض. هادو باغيين الفساد. والفساد شنو هو؟ هو عكس الصلاح. إلا كان عندك روبيني مزيان فهو صالح، إلا خسر فهو فاسد. هادو بغاو الفساد يصيب يعني الفلوكة كاملة وتغرق لا قدر الله. كيفاش هاد القضية هادي؟ لاش؟ حينتاش دابا ما كيدخل حد بحد ملي شي واحد كيمشي كيعمل شي مصيبة وهو مستور، ولكن هادو بغاو هاد الشيء بدا يوقع بالعلالي وما تدخلش الدولة. هذا هو أهم شيء. باغيين هذا الشيء هذا ما يبقاش يوقع تحت إطار القانون. فين غنوصلوا المغاربة؟ وتصنتوا لي مزيان اش نقول لكم. فين غنوصلوا؟ غنوصلوا لا قدر الله أنك تشوف بنتك أو لا ولدك كيمارس الفساد وما تقدر أنت لا تهضر لا تتكلم، إلا هضرتي ولا تكلمتي تقدر تمشي للحبس. ولدك أو بنتك. في كندا واحد المغربي جا عنده واحد، فهمتيني ولا لا، بلا ما نقول اللون ديالو، قال لي خرج لي بنتك. قال لي ما نخرجها لكش. مشى جاب ليه بوليسي قال لي هاد السيد جا لعندك قال لي خرج لي بنتك. قلت له لا. قال له اياه. قال له عندك جوج ديال الحلول، يا اما تدخلوا عندها يا اما تخرجها عنده. ما بغيتيش مشي للحبس. ضحكوا الفلاحه، ضحكوا مع ريوسكم باش تعرفوا راسكم اش جايكم. ها الفلاحه، مهمتي فين الرجله وفين الشهامه والغيره. داك الشيء كل شيء ديالك غتمشي تخبيه في الدار وتسد عليه في شي بيت وتولي واحد. فرنسا الله شاهد عليا، هو عاود ليا قال لي واحد المغربي جابوا على العائله ديالو كلب للدار. قال له ما تجيبوش كلب راه الملائكه كتخرج الا جبتيه الكلب. مشاو شكاو به، جاو قالوا لي البوليس عندك جوج الاختيارات، يا تقبل الكلب يا تخرج انت يبقى الكلب. تصفيقات حارة على الكلب هي هذه. انا دابا تنهضر معاكم قلت لكم في الاول باش تبقاو عاقلين على كلامي. راه ما بقيتش صغير والاعمار بيد الله. خصني تنقول لكم راه دابا بحال كل مره تكلمت معكم راني كنزيد نوصيكم. وصيه مودع قد تطول سنه او 10 سنوات الله اعلم، ولكن هذا الشيء اللي تنقول لكم راه هو اللي كاين. شنو كيعنيو بهذه العلاقات الرضائيه؟ كيعنيو انه الرجل اذا لقى راجل مع مراته او المراه اذا لقات امراه مع راجلها ما تدخلش الدوله. ما يمكنلاش تمشي عند وكيل الملك تقول له راه كاين عندي الفساد في الدار صيفط معايا البوليس. ما يمكنلوش يتدخل. خصك بيناتكم. واش غادي نديروا دابا؟ لا قدر الله هذا الشيء تيوقع، يقدر يوقع، نبداو نقتلوا بعضياتنا. الراجل يقتل مراته يقتل اللي معاها ويمشي للحبس، واللي يقتل الاخر يمشي للحبس. كيفاش غنديروا لهذا الشيء؟ هذا الشيء اللي وقع في فرنسا دابا كل يومين تقريبا، كل يومين كتقتل المراه في فرنسا رسميا، بمعنى كيوصل الخبر ديالها، حيت اللي كتقتل وما كيوصلش الخبر ديالها الله اللي عالم به. كتقتل المراه
فهمتيني ولا كيسميوها لو فيمينيسيد، وتيخرجوا يديروا المظاهرات ضد هذا الفيمينيسيد بحال انسكتيسيد، بحال لا بغيت تقتل الحشرات كتخدم الانسكتيسيد. دابا غير القتل ديال النساء هو كاين في المغرب، ماشي ما كاينش، ولكن شحال كنسمعوا في العام كامل؟ حاله، جوج، ثلاثه، اربعه. في فرنسا دابا 140 حتى 150 حاله في السنه رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي ما تعرفش رسميا، بلا اللي وقع فقط الضرب والجرح درجه الاذى. طيب احنا فرضنا هذا الشيء هذا وقع، شنو غتكون النتيجه ديالو؟ النتيجه ديالو بطبيعه الحال الطلاق. والطلاق شنو هو الطلاق؟ الطلاق هو تشريد الاسره، هو الاولاد غادي. دابا على الاقل كاينه الدوله كتقدر تمشي تشكي عند وكيل الملك الراجل ولا المراه، وكتدخل الدوله وكتعتقل اللي غتعتقل وكتحاكم اللي غتحاكم وكتطلق اللي غتطلق. تيبقى داك الشيء محدود، كيبقى مفهوم في الذهن ديال الناس باللي هذا فساد. اليوم كنشوفوا ناس كيجيو لعندنا للمغرب تيطالبوا بالحق في الخيانه الزوجيه، والمغاربه ساكتين. علاش ساكتين؟ تعرف علاش ساكتين؟ خايفين ياك؟ واش خايفين ولا ما فاهمينش ولا بجوج؟ قال لك واحد السيد كيصلي بالناس وما حافظش القران مزيان كيكحب، حيت ما حافظش القران كيغطي على داك الشيء. ملي كمل قال لي واحد، قال لي واش عيان من صدرك ولا من القران؟ قال له منهم بجوج. ما غنبقاش نعاود لكم النكات ما كتفهمونيش الله يهنيكم. انا نعاودهم لكم، الا ما فهمتوش فهموا ملي تمشيو لديوركم. فخاصكم الاخوان تعرفوا شنو واقع في بلادكم. هذا وزير العدل، يا للاسف، ومشى تيجيب لنا واحد الفقيه، فهمتيني ولا لا؟ غير البارح هو سلفي متشدد كيسخر منا حنا اللي كنا في البرلمان، ومن بعد طمعوا هذاك المصيبه ديال فاس. بلا ما نقول لكم السميه ديالو، غير نقول المصيبه ديال فاس غتفهموا شنو هي المصيبه ديال فاس. معروف ياك؟ لان قلت لهم انا ملي ولا مولاي ادريس رئيس ديال مدينه فاس، خاص اهل فاس كلهم يخرجوا يصليوا صلاه الشكر، غير اللي خلصهم من ذاك المصيبه اللي كانت تمايا. انتم فهمتوا دابا مزيان. هذاك المصيبه ديال فاس طمعوا، قال له راه انا غنمشي للبرلمان وغنولي رئيس البرلمان، اجي انت كون الثاني معايا باش ملي نولي انا رئيس البرلمان انت ديك الساعه تولي برلماني، وتدور الحركه عنده لان كان في الحبس وخرج من الحبس، فهمتيني ولا؟ القضيه عنده عيانه الى اخره. الله يرحم ضعفنا. مشى معاه هذاك ولا برلماني، كان كيتسنى يولي رئيس ديال البرلمان. لا، كان بغي يولي رئيس البرلمان لانه النهار اللي وقع البلوكاج، النهار اللي جات 7 شتنبر 2016، واش عقلتيوا على هذا الشيء ولا؟ ملي كانت عندنا 107 ولات عندنا 125، حيت قلت لكم قبيله في هذاك الكلمه اللي دوزوا الاخوان، قلت لكم الا نجحنا مبارك مسعود، ما نجحناش نمشيو في حالنا، ولكن الغريب هو اننا نجحنا ومشينا في حالنا. هذا من قال لك ما دمت في المغرب فلا تستغرب، في الدول الاخرى كلها هي الا نجحتي كتبقى، في هذا المغرب الا نجحتي كتمشي. مبارك مسعود سيدي، احنا مشينا. اش درتي من بعد منا؟ بعد داك الشيء اش داروا هذوك المتآمرين أربعة ديال المتآمرين تجمعوا منهم هذه المصيبه ديال فاس، قالوا حنا غنرفضوا هذا الانكراء، ما غنكونوش مع الحكومه. بغاو يجبدوا المصحف ويحلفوا عليه، علم الله شنو كانوا كيشربوا تحت منه، على حساب اللي بلغني. انا كنقول لكم غير داك الشيء اللي بلغني، كل شيء هذا الشيء راه ماشي، فهمتينا ولا؟ هو تيقول بنفسه بعض المسائل من هذا الشيء. قال له طيب احنا بنكيران غنرفضوا غادي تعين حكومه اخرى. ديك الساعه راه يلاه السبت الجمعه خرجت النتائج. السبت قال له ما داك المصيبه ديال فاس
قال له شكون اللي غيكون رئيس الحكومه؟ قال له ذاك المصيبه ديال الحسيمه انا. عرفتي المصيبه ديال الحسيمه ولا ما عرفتي؟ صافي دابا ندور نهضروا غير بالمصائب. مصيبه الحسيمه، مصيبه فاس، مصيبه الاتحاد الشرعي. الحمد لله الحمد لله دايرين بنا غير المصائب. فهمتيني ولا لا؟ قال له شكون اللي غيكون رئيس الحكومه؟ شكون اللي غيكون رئيس البرلمان؟ قال له واحد المصيبه اخرى مخففه واحد شويه. يعني راه هي قريبه منكم ماشي بعيده. فهمتيني ولا لا؟ عرفتي وتاهي وتتخرجوا قولوها لبعضياتكم. ماشي بعيد ياك بالجعد، ماشي بعيده من ياك. انت القضيه بعيده. لا ما بعيداش، بعيده 40 كيلومتر. وهو ينوض لي هذاك الشباط، نوض لي دابا صافي القضيه توضحات صافي. ناض قجو وضربوا، كانوا غير يضربوا باليدين لان كان كيتسنى هو يولي رئيس ديال البرلمان. ومشى كيجري عند السي محمد بوستة الله يرحمه، قال لي السي محمد بوستة سير خلط على السي بن كيران، سير تمسك بالسي بن كيران. هي فاش جا عندي ما نعرف، يمكن درت غلط انا، لان هذاك السيد قال خاصو مادام هو مصيبه يبقى مصيبه في اتساع. لانه ما عنده على شيء. انا مع الاسف يمكن السذاجه ديالي قلت انا مادام هذا جا عندي شنو ما دار الله يسامح صافي دابا. وإني يمكن راه خصكم ديروها في بالكم، راه انا ماشي تليه، انا راني شي شويه هاد الشيء هذا بقى الفقيه ديال السلفي سابقا بقى كيتسنى يولي نائب برلماني. هذاك البالا شاف القضيه ماشي هي هذيك، جمع قلعو مشى لتركيا، هرب تما بقى 4 سنين، شاف القضيه حامضه والملفات غيتجبدوا وداك الشيء، وكيتسنى هذا اللي هنايا باش يولي نائب برلماني. الاخر غيقدم، ما قدمش استقالته وبقى كياخذ ذاك 3 مليون و300 الف فرنك ديال نائب برلماني، كتمشي له للحساب ديالو حتى جا الوقت عاوتاني. فهمتيني ولا لا؟ باش ربما احتاجت له شي جهه من الجهات وقالت له غيدخل شي بس ما كاين. فهمتيني ولا؟ عاود رجع بقى هذاك غير كيحنزز. مشى معاه باش يولي نائب برلماني، ما ولا هذاك ما ولاش رئيس برلمان، هذاك ما ولاش، ما رجعش نائب. عاوتاني غير الطرح ومشى للبام، زعما غيواجهنا، زعما هو زعما فقيه غادي يعرف يواجهنا حنا فقهاء. ولكن شتان بين النائحة التكلى والنائحة المأجورة. حنا هذا الشيء اخويا جينا ليه من النهار الاول بالنية والسذاجة باش نخدموا بلادنا، ماشي باش نوليو لا نواب في البرلمان ولا حكومة ولا وزراء ولا رؤساء جماعات ولا رؤساء حكومات. هذا الشيء كله ما كانش في البال ديالنا نهائيا. راه الله شاهد، من النهار اللي جينا اللي بغينا ندخلوا الانتخابات ديال البرلمان كنقول الاخوان يكون منا غير شي واحد في البرلمان غير يقول لهم الله يخليكم الا بغيتوا تذبحوا هاد الناس ذبحوهم بشويه، ما تكرسوش عليهم بزاف. هذه هي الحقيقه. هي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هادشي حنا بغينا نقول لهم ربي الله في مجال السياسة، لأنه في السياسة إذا لم تقل ربي الله ومعنى ربي الله غادي تمشي البلاد الهاوية، غادي تمشي البلاد لطريق الشيطان. وهذا الشيء هو اللي بدا كيوقع. هذا الشيء دابا اللي بدا كيوقع باش نتوما المغاربة كنهضر معكم كمغاربة مواطنين عاديين موجودين في الحقل، موجودين في المصنع، موجودين يعني في التجارة، موجودين في البيت. راه هذا الشيء هذا ما عندوش حدود، وماشي دابا غتولي غير العلاقات المثلية. حلوا عينيكم، شتيو هذاك الرئيس ديال روسيا كيتحارب مع امريكا ومع اوروبا وتيبرر الحرب ديالو معاهم، تيقول لهم هادو راهما ما تلاوش باغيين الرجال يتزوجوا بالعيالات، هادو راهو تلاو باغيين الرجال يتزوجوا بالرجال والعيالات يتزوجوا بالعيالات. ولكن انتم عمركم هذا الشيء ما طاح عليكم، عمركم سمعتيوا هذا الشيء. حشمتي وقيل حشمتي وتنجبد انا هذه الهضره.
اللهم نقولها لكم دابا، ولا يجي الدري غدا عندك ويجيب معاه صاحبه ويقول لك ابا هذه مراتي. او لا تجي عندك البنت وتقول لك ابا هذه راجلي. عقلوا على هذا الكلام. راه هذا الشيء اللي تنقول لكم راه بدا كيوقع في المغرب. راه كاين واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ديال الحالات ديال الناس اللي مشاو باش يتزوجوا الذكر مع الذكر والانثى مع الانثى، وهذا الشيء هذا وراءه عالم. هذاك الرئيس ديال الولايات المتحده قال لهم نحن امه مثليه. ما معنى مثليه؟ واش كتعرفوا هذا الشيء ولا لا؟ مثليه يعني كندافعوا على الحقوق ديال الشواذ. حنايا الشواذ هادو اللي كيمارسوا الفاحشه بين الذكور والاناث دائما كانوا في المغرب، ولكن كان بنادم مستور وكان بنادم حشمان. ولا بغيتي تعاير شي واحد كتقول ديك الكلمه اللي بلا ما نقولها لكم. دابا ولا بالافتخار. مالك اخويا؟ اش بلاك الله ضرك زلافتك؟ واش بلاك الله وتجي تفتخر علينا؟ راه هذا الشيء هذا جاي الاخوان. الا سكتيو اليوم على هذا الشيء اللي بغى يدار راه جاي. وهذا الشيء هذا وزير العدل كيقولوا بصراحه. طبعا كيبدل السميات، العلاقات الرضائيه، ما نعرف شنو، ما كاين لا علاقات رضائيه لا والو. وهذا الشيء راه خطر عالمي، وكاينه جهات راه كاين اكثر من هذا الشيء الاخوان. دابا خصكم توعاو باللي كاين تيار في العالم. بالمناسبه راه كاين دابا على الاقل الفرنسويين بداو شي وحدين فيهم تيغوتوا تيقولوا اللهم ان هذا منكر، وتيقولوا الدراري ديال 4 سنين و5 سنين في المدرسه تيعلموهم الفساد، تيعلموهم العلاقات الجنسيه. جا 4 سنين ولا 5 سنين تعلم الدري العلاقات الجنسيه؟ شنو هذا الشيء هذا؟ 4 سنين ولا 5 سنين اللي قال لهم واحد، قال لهم كنا كنلعبوا يعني ضامه، كنا كنلعبوا شريطه، شنو هذا الشيء دابا ولاو الدراري كيعلموهم هذا الشيء وتيعلموهم. راه واحد السيد صديق ديالي النهار اللي بدا هذا الشيء في فرنسا جمع مراته وولادو ودخل في حالته للمغرب. الا ما لحق عليه ذاك الشيء لهنا للمغرب. فخصكم نتوما هذا الشيء هذا يعني تكونوا واعيين به. ودابا ولا اكثر من هذا الشيء. دابا عند الاوروبيين والامريكيين تيقول لك ما كاينش ولد ولا بنت، كاين مخلوق بشري وهو اللي عارف راسه واش هو ولد ولا بنت. تيجي عندك الولد عنده 5 سنين تيقول لك بابا انا ما كنشعرش براسي ولد، انا كنشعر براسي بنت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندكش الحق تقول له شي كلمه ولا تغوت عليه ولا تضربه. قال لك تشري لي الحوايج ديال الدريات، شري لي الحوايج ديال الدريات. قال لك تبدل ليه الجنس. دابا تنهضر معكم كتقولوا هذا السيد كيران واش تيخرف علينا. قال لك تبدل ليه الجنس، تمشي تبدل ليه الجنس واخا صغير. ما معنى تبدل ليه الجنس؟ يعني تديه للكلينيك وتخلص عليه زبال الفلوس. الا كان ولد يردوه بنت ولا كان بنت يردوه ولد على حساب شنو كيشعر هو. هذا الشيء هذا في بريطانيا هذه 10 سنين بدات كلينيك وحده كديرو. دابا كاين 50 كلينيك كديرو، 50 كلينيك. وفي امريكا دابا كاينه 100 كلينيك كدير هذا الشيء هذا. فين غاديين؟ وطبعا هذوك الدراري اللي تيبدلوا لهم مساكن الجنس ديالهم، الاول اللي بدا هذا الشيء هذا جوج ديال الدراري تعدى عليهم واحد المجرم انتحروا بجوج. كاين اللي من بعد كيتندم مع الحال كيبغي يرجع تيلقى داك الشيء صعيب ولا ماشي ممكن كينتحر. كاين اللي كينتحر كيبقى في ديك، كاين اللي كيبقى في ديك الحاله. كاين حنا غاديين للضلال وغاديين لطريق الشيطان. والله تعالى كيقول على لسان الشيطان الرجيم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا يبتكن آذان الأنعام. هؤلاء هذا الإخوان أنتم مسلمين وكتآمنوا بالله وكتآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكتآمنوا بالملائكة وكتآمنوا بالجن وكتآمنوا بالشياطين. الشيطان اليوم يحكم هذا التيار، وهذا التيار له وزن وله إعلام وله سلاح ويفرض هذه الأشياء على الشعوب والأمم. قولوا لي كيفاش يمكن لنا نفلتوا من هذا الشيء؟ حتى هذا الشيء راه بحاله وقع في التاريخ. نفلتوا من هذا الشيء بحاجة واحدة، الوحدة حول شيئين أساسيين. الأولى هي الإسلام ديالنا الإخوان.
الا كنتي انت كتشرب ولا مبلي بشي بليه لا قدر الله، هذيك يعني بليه ديالك الله سبحانه وتعالى يعفو عليك منها، ولكن خاصك تعرف الامه ديالك فين غاديه. ما تقبلش هذا الشيء هذا يتعمم، وما تقبلش هذا الشيء هذا يولي علني. الا ولا علني راه غتكون كارثه من جهه الله سبحانه وتعالى في حقنا. خاصك باش هذا الشيء هذا، خاص الاسلام وخاص التشبت بالملك ديالك.